اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. احنا كده لسه بدري، الساعة حوالي 9 الصبح كده. قلت امنتج معاكم الفيديو، لسه صاحية من النوم من شوية صغيرين. قلت امنتج معاكم فيديو الكنافة. تعالوا الأول، عندنا كنافة هنعملها بالقشطة. هجيب الأول كنافة، اطلعها من الفريزر وافركها بإيديا. طبعا أنا عملتها معاكم قبل كده، وريتكم ان احنا نعملها ازاي. معايا 2 كيلو الا ربع من الكنافة، كنت حطاها في الفريزر عشان انا كنت عايزة اعملها بالقشطة. فهطلعها من الفريزر وافركها بايديا كويس جدا. طبعا انا عملتها معاكم قبل كده، وريتكم ان انتوا ممكن تفركوها بالسكينة، ممكن تفركوها بالمقص بايديكم. طبعا انا عندي كبة بس مش عايزة اعملها في الكبة، علشان اوريكم اللي مش عنده كبة ممكن يعمل ايه. بتعمليها بايديكي بمنتهى السهولة. بعد ما فركتها طبعا انا حطيتها على جنب كده، قلت اجهز السيرب معاكم الاول. هجيب حلة الأول، هحط فيها 7 كوبايات من المية و7 كوبايات من السكر. طبعا الحلة هتطلع صغيرة، فهبدلهم في حلة تانية. يبقى 7 كوبايات من المية عليهم 7 كوبايات من السكر. اوعي تقلبي السيرب وهو على النار. عايزة تقلبيه قبل ما تحطيه على النار اوكي، بس لو حطيتيه على النار اوعي تقلبيه علشان ما يسكرش منك. يبقى تاني هنجيب حلة نحط فيها 7 كوبايات من المية و7 كوبايات من السكر، ونحطهم على النار. اول ما السيرب يبدأ يغلي معايا بوطي عليه واعصر عليه ليمونة كبيرة، وكمان بحط عليه كيس من الفانيليا، واسيبه حوالي 10 دقايق او ربع ساعة زي ما تحبي، لحد ما السيرب يتقل معايا. تاني اول ما السيرب يبدأ يغلي هنزل عليه بليمونة كبيرة وكمان كيس من الفانيليا، واسيبه حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، وموطيه عليه النار تمام. وبعد كده اول ما يتقل معايا بعد كده هطفي عليه. طبعا دلوقتي تعالوا علشان هعمل الكريمة اللي هحشيها في الكنافة من جوه. معايا لترين من اللبن يكون بارد كده، احطه في الحلة وانزل عليه ب10 معالق من النشا، وهقلبهم الاول على البارد كويس جدا. بعد كده هرفعهم على النار. طبعا انا وريتكم قبل كده احنا بنعملهم على النار ازاي، فما حبيتش يعني ايه اطول في الفيديو. طبعا انا عامله الكنافه دي معاكم قبل كده، وعاملاها كمان كانت لونها برتقاني بلون. حبيت المره دي اعملها من غير لون. زي ما قلت لكم حوالي 10 معالق من النشا على 2 لتر من اللبن، وقلبتهم الاول على البارد كويس جدا واللبن يكون بارد، وقلبتهم كويس جدا على البارد. بعد كده نزلت بيهم على النار وفضلت اقلب فيها كويس جدا. ايدي فيها ما بشيلش ايدي منها خالص علشان ما تكلكعش مني. افضل اقلب فيها بالمضرب كويس جدا لحد ما القوام بيتقل معايا كده، وبيبقى فيه شبه من المهلبية. بطفي عليه. طبعا ما بحطش عليها سكر عشان انا بحط في السيرب سكر، وكمان بحط على الكنافة شوية من السكر. بعد كده اول ما القوام بدأ يتقل معايا طفيت عليها. بعد كده تعالوا دلوقتي هنجيب الكنافة اللي احنا فرقناها كويس جدا، هنزل عليها بربع كوباية من السكر بودر، كمان 3 كوبايات وربع من السمنة. جبت 3 كوبايات وربع من السمنة، حطيتهم في طاسة وحطيتهم على النار، سيحتهم. بعد كده سبتها تبرد حوالي كده تلت ساعة. لما بردت معايا خالص بعد كده نزلت على الكنافة. يبقى تاني بعد ما حطيت ربع كوباية سكر بودر على الكنافة، نزلت ب3 كوبايات وربع من السمنة. نص كيلو الكنافة بياخد كوباية كبيرة من السمنة. بعد ما نزلت بالسكر البودر وكمان السمنة كده على الكنافة، قلبتهم كويس جدا مع بعض كده وفضلت افرك فيهم كويس جدا. انا عايزة السمنة توصل في كل حتة في الكنافة. بعد كده هجيب صينية هحط فيها برضو شوية من السمنة تحت كده في الارضية، وبعد كده هفرد عليها طبقة كبيرة من الكنافة زي ما انتوا شفتوا، وهضغط عليها بايديا كويس جدا، وهضغط عليها كمان بصينية. بعد كده هنزل عليها بطبقة من الكريمة كده. على فكرة الكريمة بردت شوية، لما كنت بعمل في الكنافة بردت شوية. بعد ما انزل بطبقة من الكريمة كده في الصينية هسيبها حوالي 5 دقايق بالعدد لحد ما تبرد خالص. وبعد كده هنزل عليها بطبقة من الكنافة من فوق، وبضغط عليها بايديا كويس جدا، وبساوي كل الاطراف وكل الجوانب علشان الصينية تبقى مستوى واحد. وبعد كده افضل اضغط بايديا، وبعد كده هضغط بالصينية كويس جدا. انا عايزة اكبسها علشان تطلع لازقة في بعضيها كده عشان تكون كلها متساوية. بصوا انا عملت صينيتين وقالب من بتاع الكيكة ودخلتهم الفرن. بصوا دي اول صينية اهو طلعتها استوت من تحت كده، بروح قلباها وحاطة في الصينية من تحت شوية من السمنة، وبعد كده بقلبها على الوش التاني عشان انا ما بشغلش من فوق الشوايه خالص، انا بشغل من تحت بس. تعالوا ما اقول لكم الاول انا سويتها ازاي. الاول عايزه اقول لكم حاجه. طبعا انا لما حطيت طبقه الكريمه مش فردتها لحد الاطراف علشان ما تبظش من بره كده وتطلع وتتحرق معايا. حطيتها كده زي ما انتوا شفتوها، وخليت الاطراف مش اجيب عليها كريمه علشان ما تبظش معايا وتتحرق معايا في الفرن.
تعالوا بقى الكنافه دلوقتي هقول لكم انا سويتها ازاي. بعد ما حطيتها في الصينيه كده دخلتها، حطيت الشبكه في النص، يعني ولا تحت ولا فوق، حطيتها في النص وشغلت النار من تحت. اول ما اخدت معايا وش كده طلعتها وقلبتها على الوش التاني، وحطيت سمنه في الارضيه بتاعه الصينيه الاول. بعد كده حطيت الكنافه على الوش التاني تاخد وش كده، وبعد ما استوت طلعتها وحطيت عليها الشربات. انا عايزه اكلها المره دي طريه، فحطيت السيرب يكون سخن وكمان الكنافه تكون سخنه. وانت عايزة تاكليها مقرمشة تكون الكنافة باردة وكمان السيرب بارد. لو عايزة تاكليها متوسطة يكون السيرب سخن والكنافة باردة، او الكنافة سخنة والسيرب بارد. بس انا المرة دي عايزة اكلها طرية، فعملت السيرب يكون سخن والكنافة تكون سخنة. بصوا مولعة نار ازاي، بصوا النار اللي بتطلع دي، بس اقسم بالله طعمها جبار. انا عايزاكم تجربوها بالطريقه دي، انا عملتها معاكم قبل كده، عملتها برضو محشيه قشطه بس عملتها برتقاني. انا عايزه اقول لكم الكنافه دي انا عملتها في رمضان كتير، بس بصراحه مش صورتها في رمضان بالقشطه، انا صورتها بالمكسرات وعملتها بالمانجا في رمضان. بس عملناها بالقشطه برضو كذا مره في رمضان، بس بصراحه مامتي هي اللي عملتها علشان انا كنت تعبانه وكان عندي نزله برد كده في الاول، فهي اللي عملتها. عايزه اقول عندي نزلة برد شديدة جدا في رمضان، فهي اللي كانت عملتها، بصراحة كانت خطيرة برضو. فانا ما كنتش بصور، ما كنتش بقدر ان انا اصور وكده. تعالوا بقى زي ما قلت لكم عملت صينيتين من الكنافة وكمان بتاعة الكيكة عملت فيها كنافة. عايزة اقول لكم انا قطعت لهم منها كده وهي لسه سخنة، علشان انا كنت خارجة بره وهم كانوا عايزين ياكلوا منها. طعمها اقسم بالله خطير جبار. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم.